عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناه بيتي. ان شاء الله تكونوا لاباس بصحه جيده. اليوم ان شاء الله باش نعمل مع بعضنا كما تشوفوا تصيره تونسيه سهله وبمكونات متوفره في كل دار، طريقه مبسطه. قبل ما نبدو نطلب منكم تضغطوا على زر الجرس، تعملوا تعملوا لايك باش يوصلكم كل جديدنا، ومرحبا بكم ومشاهده طيبه للجميع. تو باش نبدو مع مكونات التصيره. بالطبيعه تاخذ الكميه حسب افراد العائله وحسب الرغبه نتاعكم. خذيت لهنا 4 قرون فلفل اخضر كما تشوفوا، خليط عليهم 3 حبات طماطم، راس بصل، وزوز سنات ثوم، وكعبة عظم. الكمية هذه تكفي شخص واحد، الكمية هذه صغيرة. طريقة التطيب التصيرة سهلة وبسيطة برشا، تختلف من بقعة لبقعة. هذه واحدة من الطرق اللي نعتمدها، اللي هي طريقة صحية وبنينة. أول حاجة صب شوية زيت في المقلة، حطيت البيضة بعد ما سخن الزيت، نفوحها بشويه ملح وشويه فلفل اسود. بالنسبه للفلفل تحطوا فيه، نجموا تحطوا فيه الملح، بالنسبه لي مانيش باش نحط فيه الملح. نحو الزيت بعد باش نملحه مع بعضه. البصل شطر باش نحطه تو نقليه مع الطماطم، وشطر باش نخليه نحطه بعد للزينه، خلي اقل من شطر راهو يبنن برشا. نحو هذه طماطم باش نقسمها على 4. التصيرة هذه أكلة تونسية سهلة وبسيطة محبة عند الجميع. هي في الأصل تكون كلها مقلية، أنا اخترت باش الطماطم والبصل نطيبهم بطريقة صحية. العظمة حطيت فيها شوية زيت، مقليتهاش تقريبا شويتها. بالنسبة الثوم نقصوه ما نحطوش توا، يبان البشرة في التصويرة. تو نتعدوا للمرحلة الثانية، واللي هي المقلة اللي طيبنا فيه العظم هو نفسه باش نحطوا فيه البصل والطماطم، ما نزيدوش الماء بالكل، نغطوه ونخلوه يطيب على راحته على نار هادية. المقلة هذيا باش نقلوا فيه الفلفل كما تشوفوا الطماطم ولا تطيب معنا. حطيت الثوم، نعملوا لها هكا بالمغرفة، نغطوا عليها ونخلوها تطيب بالباهي. في الاثناء نمشي نقص شويه معدنوس والبصل باش نزينوا بيه. تو المكونات الكل موجوده عندي لهنا. باش نقشر الفلفل، نحي القشره هذه سهله في ساعه تتنحى كما تشوفوا. تبدا كميه كبيره ديريكت تحطوه في ساشي كما تعملوا في السلطه المشويه، تطرى بالباهي في ساعه تتنحى. فلفل نحولها الزريعه ما نخلوهاش توحر شوي. نجيب زوز كاكن نعملهم هكا كروازيه، ونحاول نعمل سكاكن هكا. هذه هي التصيرة، نقطعوا كل شيء تقطيع. شفتوا